الزمان ستينيات القرن الماضي، المكان إحدى أحياء الطبقة الوسطى، أيام ما كان البيت بيتعلم بنمرته بس، مش لؤلؤة كذا أو شموخ سموحة أو بتاع. أصل مش أيزنهاور ساكن جوه يا جماعة. الحدث ان بواب العمارة كل يوم بيضرب مراته وصوتهم بيجيب اخر الدنيا لان هما اتأخروا في الخلفة، فهو بيفش غله فيها. وبعدين بتيجي واحدة من السكان في العمارة مدرسة، فبتاخدها من ايدها كده وبتوديها المستوصف، وبيكتشفوا ان هي عندها مشكلة بسيطة جدا وبتتعالج، وبيخلفوا صبيان وبنات. الولاد بعد كده بيكبروا وبيروحوا مدارس، وفي ساكن في العمارة بيشتغل مهندس، وهو طالع السلم كده فبيلاقيهم بيذاكروا على السلم. الله، ايه يا ولاد اللي مقعدكوا القعدة دي؟ فبيقولوا له والله اصل الدنيا جوه ضيقه واحنا مش عارفين نذاكر. بياخدهم من ايدهم وبيقعدهم مع ولاده على المكاتب، وبيقول لهم كل يوم تيجوا تذاكروا هنا، وياخدوا بقى لوازم المذاكره من شاي وقهوه وسندوتشات وخلافه. يمر الزمن والولاد يكبروا، ومره واحد من ولاد المهندس ده داخل محل، فبالصدفة بيلاقي ان اللي بيشتغل فيه واحد من ولاد البواب بعد ما انهى تعليمه المتوسط، وبيضحكوا مع بعض بقى وبيتبادلوا الذكريات، وبعدين بيشتري حاجته ويمشي في هدوء. وبعدين ابن تاني للمهندس ده وهو ماشي في الشارع بيشوف عمارة تحت الانشاء، وبيشوف قاعد تحتها ولد متلفع ببطانية وماسك كتاب وبيذاكر. ايه حكايتك يا ابني؟ والله ابويا شغال غفير على العمارة دي وانا بساعده يعني جنب المذاكرة. فبيرجع وبيحكي لوالدته الحكاية، فبتتعاطف معاه وبتقوله طيب خليه يفوت علينا كل يوم يجيب لنا الطلبات اللي احنا محتاجينها، وتبقى دي وسيلة مساعدة مستترة للولد. وبيعمل كده بالفعل، وبعد ما بيتخرج بيدوروا له على شغلانة، وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حقيقة كل الأحداث اللي أنا حكيتها دي واللي تبدو إن هي تنتمي لعالم أفلام الخمسينات وحواديت ما قبل النوم يعني اللي كانت بتتحكي لنا واحنا صغيرين، كلها أحداث حقيقية حدثت بالفعل. البيت ده يبقى بيت جدي، المهندس يبقى جدي، والشاب اللي شاف ابن الغفير ده يبقى خالي، ووالدته تبقى جدتي، والمدرسة دي جارتهم يعني. فأنا قلت الكلام ده كله علشان أضرب مثل من غير ما بعمل عادة بالأرقام والإحصائيات والدراسات والحاجات دي، لأن الواحد مرهق بصراحة ومقرف وزهقان يعني، على اللي تقدر الطبقة المتوسطة إن هي تقدمه للي حواليها لما تبقى قوية وبخير. مش بالضرورة بالفلوس، يعني أسهل حاجة إن أنا أجمع تبرعات، ولكن بالرعاية والاهتمام والتوجيه. يعني فكرة إن هي توديها للمستوصف تكشف، ما دي حاجة بديهية جدا، بس ده عندنا احنا. إنما عند واحدة زي دي ممكن أول حاجة تفكر فيها إن هي معمول لها عمل من فلانة. فشوف كمية الخير اللي اتعمل والمصائر اللي اتغيرت والشر اللي دفع بشوية حاجات بسيطة جدا. ولو مش قادر تتخيل، ممكن نتخيل سيناريو تاني. يعني ماذا لو كانت المدرسة دي بتدي دروس خصوصية من أول اليوم لآخره، فبيبقى كل طموحها آخر اليوم إن هي تترمي على السرير وتنام. ماذا لو كان جدي الله يرحمه ماشي بيكلم نفسه في الشارع علشان مش عارف يجيب منين اقساط المدارس والنوادي والحاجات دي. ماذا لو كان خالي ماشي محبط ومكتئب علشان ما اشتغلش الوظيفة اللي كان يتمناها بعد التخرج. ممكن مثلا، وارد جدا، ما بقولش ان ده ضروري يعني، نشوف مانشيتا كده ايه، حارس عقار يقتل زوجته اثر خلافات بسبب عدم الانجاب. او الولد اللي كان بيشتغل غفير ده، يعني لك ان تتخيل بقى اللي كان ممكن يحصل له في الشارع، ومين الناس اللي كان ممكن يتلم عليهم. ممكن لا يتعلم ولا بتاع ويشتغل على توك توك. ولاد البواب على فكره اللي جد الله يرحمه خدهم يذاكروا على المكاتب بتاعه ولاده دولهم، كانوا ممكن يعني يتصرفوا ويذاكروا في اي حته، او ما يذاكروش خالص او اي حاجه. بس المهم هنا مش ان هو وداهم يذاكروا فين، فكرة احساسهم بان في حد مهتم بمستقبلهم، ان في حد بيمد لهم ايده، ان في حد منتظر منهم نتيجة، ان هم عندهم امل اصلا ان حياتهم هتبقى احسن من حياة ابوهم ده. وده اكيد مش البيت الوحيد في مصر اللي كان بيحصل فيه كده. يعني في مثل مشابه ان فؤاد المهندس بنت البواب بتاعه برضو كان عندها مشكلة في المدرسة، فمش رفع سماعة التليفون مثلا وعمل توصية ولا حاجة، لا، ده راح بنفسه لحد المدرسة عندها وقال للنظرة دي مش بنت هو، دي بنت فؤاد المهندس، اتعاملي معاها على هذا الاساس. فتعالوا كمان نتخيل سيناريو تاني، لو كان دول في العصر الحديث، يعني البوابين المودرن، اللي هي فكرة السكيورتي في كومباوند مثلا. في الغالب ده لو عرف يتجوز ويخلف اساسا ولقى مصاريف الكلام ده، كان برضه هيواجه مشاكله لوحده، ما كانش هيلاقي نفس الرعاية والاهتمام والتوجيه. مش علشان سكان الكومباوند دول ناس اشرار، ولكن علشان في الحالة دي كان هيلبس يونيفورم وياخد رقم، وفي الحالة دي هيبقى زيه زي اي مكنة موجودة في المكان، اي كاميرا. يعني فكرة ان الشخص ده فرد من افراد الاسرة او ان هو جار حتى كانت هتختفي. يعني مش هتبقى فيه فرصة عشان ناخد وندي، او يبقى فيه مساحة للتواصل الانساني الطبيعي ما بيننا. يعني اخرنا هنديله حاجة في ايده او هنديله كيلو لحمة او بتاع،
ودي حاجه شديده الخطوره. ففقدان اللينك ما بين عالم فوق وعالم تحت ده مش بس خطر على العالم تحت، لا ده خطر على كل الاطراف. وخليني اضرب لكم مثل ما بنساهوش ابدا. يعني لما هيثم احمد زكي الله يرحمه مات، فالجرايد اخدت اقوال بتوع السكيورتي وقالوا ان هو كان نازل جري وماسك بطنه وراح الصيدليه ورجع ودخل شقته. خطيبته وقتها كلمت البوليس لما قعد فتره ما بيردش، وده شيء هي مش هتعمله لو ما ردش لمده ساعتين مثلا، يعني اكيد قعد كتير قوي. فطول الفتره دي مفيش اي بني ادم فكر ان هو يطلع يبص على البني ادم المسكين اللي عايش لوحده ده حصل له ايه، وانت عارف ان هو تعبان، عايشين في جزر منعزله، ولا اللي في كاليفورنيا. يعني احنا عماله طول عمرها ما فيهاش سيستم جبار، بس ماشيه بالتعاطف اللي ما بين الناس. فده نموذج للي بيحصل لما نفقد التعاطف ده، ويبقى كل هم البني ادم يخلص الشفت بتاعه ويروح. ففكره ان كتير من ولاد الطبقه المتوسطه يهبطوا اصلا لشريحه تانية، او ان هم يبقوا موجودين بس محملين باعباء ماديه، او ان هم الدنيا تبقى سحلاهم في تفاصيل كتير، او انهم يضطروا يعيشوا في بابل علشان خايفين من الفوضى اللي بره، كل دي حاجات من شأنها انها تفتح الباب لشرور وآثام احنا كلنا في غنى عنها. ومش بس كده، في الفترة الأخيرة لاحظت ان في نوع معين من الجرائم او نمط من الجرائم احنا اتعودنا ان احنا نشوفه مثلا من الشمامين، من العواطلية، الناس اللي الفقر طحنهم او كتر الفلوس فسدتهم، لا بقت بتحصل جوه نطاق الطبقة المتوسطة عادي. يعني شفنا دكتور السنان اللي حدف مراته من البلكونة، شفنا الدكتور اللي اتفق مع محامية علشان يخطف صاحبه الدكتور ويطلب فدية والدكتور مات، شفنا المهندس اللي حدف زميله من فوق الكوبري علشان خلافات ماليه، والطالب اللي قتل زميلته. فمش بس الطبقه المتوسطه ما بقتش قادره ان هي تقدم خدمات للي حواليها، لا ده في نسبه منها، طبعا انا ما عنديش ارقام بس اتمنى ان شاء الله انها تكون نسبه صغيره، يعني هي نفسها اتجرجرت لمستنقع حاجات تانية. حلول انا ما عنديش حلول، بس انا شايفه ان دي يعني اهم حاجه واخطر حاجه المفروض كلنا نبقى بنتكلم فيها وبنفكر فيها بصوت عالي. شكرا يا جماعه، باي باي.